تعالوا بقى يا حلوين نشوف احلى 3 برامات رز سخنين لسه طالعين من الفرن. الف هنا وشفا طبعا. برام الرز المعمر بالفراخ، وممكن تعمريه بالبط او بالحمام او باللحمه زي ما انتوا عارفين. وعلى فكره ممكن يتعمر بميكس لحمه مع اي حاجه تانية، ممكن لحمه مع حمام او لحمه مع فراخ، بس البط بيبقى لوحده طبعا، مش عايز شريك خالص. بتحضري الرز بتاعك وبتغسليه وبتصفيه في المصفى، وكمان بتغلي اللبن. كل كيلو لبن بياخد كيلو رز، ومعاه شوية ومعاه مية طبعا، وكمان بيبقى فيه فلفل وملح وشوية زيت وشوية مية زي ما قلت لكم. عايزة تزودي لبن زودي، بس لازم يبقى فيه شوية مية عشان التسوية تبقى مظبوطة. وطبعا هنزود بقى في القعر حتة، هنحط في القعر البرام حتة سمنة كويسة قوي، وبعدين نرص الحاجة بتاعتنا زي ما احنا عارفين. عايزينها مشطشطة شوية، بنزود الفلفل. لو في ناس ما بتحبش الاكل حامي قوي فممكن نخلي الفلفل قليل، بس هو بصراحة حلاوته ان هو يبقى فيه فلفل كتير. الف هنا وشفا. وطبعا بنفرطهم بقى بالطريقة البلد اللي احنا بنتكلم عليها، بنفرط البريمة بتاعتنا وبنطلع الفراخ، او بتطلعي اي حاجة انتي دفنها فيها سواء بط او حمام او لحمة، وبتعملي معاهم يا اما صينية بطاطس باللحمة او بالفراخ او قرديح حتى، او بتعملي طبق سلطة لو ما انتوش عايزين معاه بطاطس، وطبعا بتاكلوهم بألف هنا وشفا. حقيقة الأكلة دي بتبقى جميلة جدا جدا، بالذات في الدنيا وهي بتبقى برد. يعني لما بيبقى الجو برد بتبقى الأكلة دي حلوة جدا جدا، وبتلم العيلة وبتحسسك بأيام زمان، وبتحسسك بأيام بيت باباكي. اسمه الدس يعني، هو اسمه برام معمر واسمه الدس في نفس الوقت. الحقيقة كان بيبقى يوم جميل قوي اما ناكل الدس ده. ايه رأيكم فيه؟ ألف هنا وشفا. وطبعا مطبخ سوسو عطية بيقول لكم صحتين وألف هنا. ولو كنتوا وصلتوا معايا للمرحلة دي من الفيديو، يا ريت ما تستخسروش فيا اشتراك في القناة أرجوكم يعني. وأشكركم جدا جدا، وألف هنا وشفا. وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله أعمل لكم تاني بالبط. وعلى فكرة بنعمل كمان بالبط اللي هو المخلي، بيبقى حلو جدا.